بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. احنا بتعرفوا يا شباب، احنا بنستخدم هذا الفنس او هذا الشباب، هذا افضل فنس موجود وهذا متخصص للابقار. ولكن هو افضل نوعية فنس. من المشاكل اللي تواجهني انه كاميرا زيد عنهن عشان ندخل جوا شوي عشان ما بدي صوت. من المشاكل طبعا الخرفان بتحب الجراس، بتحب العشب. هذا مشكلة القوط الصخول بتحب الشجر والويدز بيسموه هنا، هذا اللي بتحبه. فالقوط الصخول عموما اغلبها والتيوس والاشياء عندها قرون، القرون اللي براسها لما تدخل راسها بين الشبك بتنحبس، ما بتعرف تطلع كيف؟ هذا انا عملت فيلم في هذا الامر قبل يمكن 10 15 سنه، طبقت هذا الامر وكنت ما شاء الله يعني من الناس الاوائل اللي طبقوا هذا الامر، وصار حتى كثير من الامريكان الان يستخدموا هاي الفكره. ترى كيف انحبست ما عرفت تطلع، شفتوا كيف؟ ما عرفت تطلع لانه راسها مش عارفه تطلع، راسها طلع كيف؟ ايوه هين. فعشان نحل المشكله هاي طلع كيف بعمل؟ بطلعها هاي، طلعتها بجيب اي خشبه، طلع اي خشبه انها بتقدرش تدخل هنا، طلع كيف؟ هاي الخشبه ما بتقدر تدخل فيها، بتحطها هيك على راسها. وبتجيب الدكت تيب، ممكن احسن احطها جوا، ممكن راح يهرب مني هذا السكوت. هذا اسمه دكت تيب، متوفر في كل مكان، ممكن تحطه بهاي الطريقة يا هيك احسن عشان إذا طلع القوت ياكل يعرف ما يعرفش يدخل راسه. طبعا راح يصير بشع المنظر ولكن بتحل المشكلة هاي. شفتوا كيف؟ هيك حليت هاي المشكلة. طيب ما كيف بيطلع المنظر؟ وإذا بدي أخليه أحط أخره شوية صغير عشان هذا الضي بضل يحاول يبعد. عشان تطلع حلو حبيبي. هيك ما بقدر أدخل راسه في الشبك، لما يجي يدخل هيك ما بقدر أدخل راسه. شايفوا كيف؟ هاي ما بقدر أدخل راسه. يلا خذ. اروح اطلعها ما نستعجل شوي معي. يا الاصل هنا اهم اشي انك تغير محل الخرفان كل فتره وفتره، يعني اكثر من اسبوع اسبوعين او عفوا اسبوعين لا تدخليه بنفس المكان. خاصة شفتوا الخرفان بحبوا هذا اللي ورا الشجر، بحبوا هاي نوعية من الاكل. شفتوا كيف هذا مثلا؟ شفتوا كيف مش مخلين عليها اشي، وبدخلوا راسهم عشان يطولوه. هاي الصخول على عكس الخرفان، الصخول دائما فوق الاشجار والاشياء هاي، اما الخرفان بحبوا العشب. طبعا اي شجره ممكن تلاقيها على الارض وتستخدمها، زي هاي مثلا، شجره زي هاي وتحطها على راسها. انا كمان واحد بكفى اتوقع بدي واحد كمان. نغرز هذول كمان حبيبي. يلا هاي في كمان.
يلا يلا حبايبي. كيف دخل ذاك جوا مع ناس؟ بدي افرجيكم نوعية من الخرفان غريبة جدا يسموها جيكب. هاي إلها قرون. الجيكب اللي هو يعني يعقوب، اسم يعقوب جيكب. طلع هذا هو، خليني افرجيكم اياه. هاي من اغرب خرفان امريكا، إلها 4 قرون. ذاك هسه افرجيكم اياها. هذي هذول. يلا حبايبي يلا. ما شاء الله هذول بيبيع حلوات. ما شاء الله لا قوة الا بالله. برجع لكم يكفي هذا القدر، وارجع لكم بشريط جديد بهذا الامر ان شاء الله. طبعا هذا الصوف الان في كيف الدنيا صارت حر، لازم احلق له هذا الصوف، احلقه واجهزه. هذا هاي نوعية من الخرفان. يلا حبايبي يلا. الحمد لله الاكل الان بدا متوفر الان. اللهم صل على سيدنا محمد. تبارك الله. يلا حبايبي. المهم الان بروح اوديهم على السكشن الثاني، وتاكدنا انه ما في اي جوت اي سخله راسه معلق. هاي مهمه جدا النقطه هاي. هاي حبلت هو عمرها 6 اشهر ما شاء الله، وهي خلفت فصغير كثير بعدها. يلا حبايبي يلا. يلا حبايبي يلا يا بيبي. يلا حبايبي يلا. المهم ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. خليك ان شاء الله. خلينا ندخلهم. يلا حبايبي روحوا عند امهاتكم روحوا معهم. بدي اشرح لهم هيك كيف يطلعوا. المهم اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.